السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده الله اللكلوك او الستيبر بتاعي، وهنبدأ مع بعض. اللي ما شافش فيديو النعل هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس او في الحرف الاي اللي فوق علشان تدخلوا تشوفوه. هنبتدي مع بعض نشيل الماركر. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد. ونبدأ يلا. هبتدي ان انا ارتفع من مكان ما انا قفلت السطر بتاعي. هرتفع سلسلتين، 1 2، وهبتدي ان انا الف الخيط على الابرة وادخل كده في الغرزة دي، بس مش هدخل من تحت الحلقتين. المفروض ان احنا بندخل من تحت الحلقتين بالشكل ده ونعمل نص عمود، ولكن انا مش هدخل في الحلقتين. انا هخرج كده تاني بالشكل ده، وهبتدي ان انا ادخل في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده واعمل نص عمود. هلف الخيط على الابرة وادخل في الحلقة الخلفية دي كده واعمل نص عمود. احنا عندنا السلسلة بتتكون من حلقتين، جزء امامي وجزء خلفي، فانا هدخل في الجزء الخلفي للسلسلة وهعمل فيها نص عمود. هلف الخيط على الابرة كده، ادخل في الحلقة الخلفية واقوم عاملة النص عمود. غرزة النص عمود هتلاقوها برضو في صندوق الوصف علشان اللي لسه مبتدئة تدخل تشوف الغرزة. هبتدي اشتغل كده داير ما يدور غرزة نص عمود بالشكل ده على كل النعل بتاعي. هشتغل نص عمود. طب ليه هشتغل في الحلقة الخلفية؟ معلش بتلخبط. علشان نحدد شكل اللكلوك من تحت، يبقى فيه كده زي حز او شكله متحدد، شكله يبقى شيك كده وقيم. تمام. هبتدي الف كده على النعل كله بنفس الطريقة. فانا هروح على طول علشان ما ضيعش وقتكم واضيع كمان الباقة بتاعت النت عشان هي خلاص غليت جدا يعني. ما تنسوش ان انتوا لو استفدتوا من الفيديو ده ما تبخلوش عليا بلايك علشان الفيديو يعني ينتشر ويروح للناس اكتر ويستفادوا منه. وكمان تدعولي دعوة حلوة من قلبكم وتكتبولي كلمة حلوة في الكومنتات زيكم كده. هشيل بس الماركر بتاعي واعمل مكانه وهرجع الماركر تاني. هرجع الماركر مش هشيله، يعني هرجعه في نفس المكان. تمام. بالشكل ده كده انا وصلت لاخر السطر. اشتغلت كله زي ما اتفقنا نص عمود في الحلقة الخلفية. طب هنقفل ازاي السطر؟ هنقفل 1 2 في تاني سلسلة انا ارتفعتها هقفل فيها بمنزلقة. طيب انت عندك قفلة تانية، اقفلي بالطريقة اللي تعجبك. يعني انت متعودة على طريقة تانية مفيش اي مشكلة. في السطر التاني ارتفعت سلسلتين وهدخل اعمل برضو نص عمود، بس في السطر ده هعمل تحت الحلقتين. بصوا هدخل كده تحت الحلقتين، مش هعمل في الحلقة الخلفية ولا حاجة. احنا بس كنا بنحدد النعل او بنحدد شكل اللكلوك. هبتدي كده ان انا الف الخيط واعمل نص عمود وهكمل لحد ما اوصل للماركر. تمام. نص عمود تحت الحلقتين. كده انا وصلت للماركر. هبتدي ان انا اشيله بالشكل ده وهلف الخيط على الابرة وادخل جوه كده اسحب الخيط. بقى معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعديهم اسحب منها الخيط برضو. تمام. بقى معايا 5 حلقات على الابرة. تاني علشان ما تتلخبطوش. هلف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي كان فيها الماركر، اسحب منها الخيط بالشكل ده.
معايا 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط كمان مرة وادخل في الغرزة اللي بعدهم اسحب منها الخيط. كده معايا كام؟ 5 حلقات على الإبرة. هلف الخيط واخرج من الحلقات كده كلها مرة واحدة، ودي حاجة اسمها تناقص. تمام؟ تقدري تعملي تناقص بالطريقة برضو اللي تريحك، يعني ما عنديش اي مشكلة. المهم ان احنا بنعمل ايه في التناقص ده؟ بنخلي بدل غرزتين تبقى غرزة واحدة. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود نص عمود عادي خالص لوحده. الغرزة اللي بعدها هعمل نفس الحركة الأولانية، هعمل فيها تناقص بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. يبقى أنا السطر التاني من الماركر للماركر بشتغل ايه؟ بشتغل تناقص نص عمود، تناقص نص عمود. التناقص بنعمله ازاي؟ هعيدهولكوا تاني دلوقتي. هلف الخيط على الإبرة كده وادخل في الغرزة بتاعتي، هسحب الخيط، هيبقى معايا 3 حلقات، هدخل في اللي بعديهم هيبقى معايا 5 حلقات، هلف الخيط واخرجهم من ال5 حلقات. طيب انت عندك ال5 حلقات مش بتعرفي تخرجي منهم بطريقة سهلة وبسيطة، قسميهم زي ما انا مقسماهم في الفيديو كده، بخرج غرزة غرزة او غرزتين او يعني 2 2، ما عنديش اي مشكلة. المهم ان انا اخرجه من ال5 حلقات كلهم في مرة واحدة. هلف الخيط على الإبرة، أسحب الخيط، معايا 3، هلف الخيط وادخل في اللي بعدهم، كده معايا 5، هلف الخيط واسحبهم من ال5 حلقات. الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود عادية، شايفين؟ هلف الخيط كده ادخل اعمل نص عمود عادي خالص. طب اللي بعدها هيبقى تناقص، هلف الخيط، هيبقى معايا 3، هلف الخيط وادخل في اللي بعدهم بقى معايا 5، هخرج من ال5 حلقات. بصوا بقسمها ازاي بالشكل ده علشان ما تلخبطش او علشان مفيش حاجة تبوظ مني او يبقى شكلها مش لطيف. بالطريقة دي غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعدها بناخدهم 2 في بعض بنخليهم غرزة واحدة. يعني ده التناقص، ان احنا بنخلي غرزتين بنخليهم غرزة واحدة. فاهمين قصدي؟ ده اسمه تناقص. ده بالنسبة للناس المبتدئة علشان تبقى عارفة. في طرق تناقص كتير، شوفي اللي انتي مرتاحة عليه او اللي انتي متعودة عليه، مفيش مشكلة خالص. يبقى السطر ده من اول الماركر للماركر بنشتغل زي ما قلتلكوا تناقص نص عمود، تناقص نص عمود. مش حابة اقطع الفيديو خالص في الحتة بتاعت التناقص والحاجات دي، علشان لو انت مبتدئة امشي على الفيديو مظبوط وان شاء الله هيكون النتيجة معاكي طالعة مظبوطة بإذن الله. كده انا عملت اخر واحدة نص عمود عادية. هبتدي ان انا اشيل الماركر بتاعي بالشكل ده وهعمل تناقص، هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة، اسحب منها الخيط والف الخيط كمان مرة تاني، هدخل كده اسحب الخيط واقوم لفه الخيط تاني واخرج بالطريقة دي واعمل التناقص بتاعي. ممكن تلاقوا ايدي مسرعة في الفيديو شوية، انا كنت بحاول والله على قد ما اقدر اظبط لكم تبقوا فاهمين يعني الخطوات بالشكل ده. وهبتدي ان انا بعد كده هشتغل غرزة نص عمود عادي خالص فوق كل غرزة، هشتغل نص عمود عادي خالص، مش هعمل تناقص تاني. تمام لحد اخر السطر. هاجي كده انا المفروض هقفل، تمام، هدخل كده الغرزة الاخيرة هعملها معاكم نص عمود وهقفل في تاني سلسلة انا اشتغلتها بالشكل ده. وده كده الشكل معايا لما ارتفعت سطرين كده بالشكل ده. هبتدي بقى السطر التالت، هرتفع برضو سلسلتين بالشكل ده، تمام،
وهلف الخيط وهدخل كده في الغرزة دي واعمل فيها برضو نص عمود بالشكل ده كده، وادخل اعمل في اللي بعدها نص عمود برضو تحت الحلقتين، نص عمود كده لحد ما اوصل للماركر برضو. تمام، يبقى انا هشتغل نص عمود لحد ما اوصل للماركر بالشكل ده كده. وصلت لحد الماركر. تمام، هشيل كده العلامة بتاعتي، وبعد كده هلف الخيط على الابرة وادخل اعمل نص عمود. تمام بالشكل ده، واقوم حاطه الماركر مكانه تاني، وهدخل في الغرزة اللي بعدها واعمل نص عمود كمان، بقى كده 2 نص عمود. الغرزة اللي جاية هعمل تناقص بنفس الطريقة اللي احنا عملناها السطر اللي فات. يبقى انا عملت الغرزة بتاعت الماركر نص عمود، الغرزة اللي بعدها نص عمود، اما الغرزة اللي بعدهم عملت فيها تناقص. الغرزة اللي جاية دي هعمل نص عمود عادي، الغرزة اللي بعدها كمان هعمل نص عمود عادي، بقى كده 2 نص عمود. وبعد كده هشتغل تناقص في الغرزة اللي بعده، يبقى كده 2 نص عمود واحدة تناقص، 2 نص عمود واحدة تناقص. تمام، عشان يبقى الامر سهل بالنسبة لكم. يبقى كده السطر الثالث من الماركر للماركر بشتغل ازاي؟ بشتغل 2 نص عمود وبعد كده تناقص بالشكل ده. بصوا، مفيش بقى حاجة طالعة حاجة نازلة، التناقص مش مظبوط، ان شاء الله هيبقى شكله تمام. هبتدي ان انا اشتغل نص عمود كده. الغرزة اللي فاتت دي كنت عاملة تناقص، يبقى انا هشتغل هنا نص عمود، واللي بعدها كمان نص عمود. طب اللي جاية بقى هتبقى ايه؟ هتبقى تناقص، برافو. تناقص بالشكل ده. سامحوني لو بتأخر عليكم في فيديو والله، بس علشان كان عندي ظروف وامتحانات وكده، فدعولي انجح يا جماعة. بصوا، انا عايزاكم تكتبولي في الكومنتات وتدعولي انجح كتير قوي. بعد كده هشتغل نص عمود كده، واللي بعدها كمان نص عمود بالشكل ده، واللي جاية هنشتغلها تناقص. هشيل الماركر او العلامة بتاعتي بالطريقة دي، وهبتدي ان انا اعمل تناقص. هلف الخيط على الابرة واعمل التناقص بتاعي بالشكل ده. هلف الخيط واخرجه من ال5 حلقات مرة واحدة، واحط الماركر تاني. عادي ان الشكل يبقى معاكي متني، مفيش اي مشكلة، هيظبط مع الاستخدام. بصوا، التناقص مظبوط، مفيش حاجات يعني تانيات او كده، او مثلا التناقص بحتة بارزة حتة لأ. الحمد لله الحاجة مظبوطة وجميلة بالشكل ده. هكمل بقى لحد برضو الاخر بغرزة نص عمود لوحدها من غير اي تناقص، وكده الشكل الاخير. هبتدي اقفل السطر معاكم، وهدخل في تاني سلسلة معانا بالشكل ده، واعمل منزلقة كده. تمام، حلو قوي. هبتدي ان انا برضو ارتفع سلسلتين، وهلف الخيط على الابرة وادخل في الغرزة، مش هدخل في دي، هدخل في اللي بعدها على طول، واعمل نص عمود. وكذلك هشتغل السطر ده كله نص عمود لحد الماركر. تمام، احنا كده اتفقنا بقى. هفضل اشتغل الجزء ده كله نص عمود لحد الماركر. تمام كده انا وصلت للماركر بتاعي، هشيله برضو. تمام، وهعمل فيه بقى ايه؟ هتعدل كده واقوم عامله لفه الخيط على الابره، وادخل في الغرزه دي كده، واعمل نص عمود عادي خالص. تمام، واقوم حاطه الماركر بتاعي مكانه علشان ما تلخبطش
بالشكل ده، وهدخل اعمل في اللي بعدها دول تناقص. ادي واحد، والف الخيط على الابرة، ادخل في اللي بعدهم واسحب الخيط، واقوم لفه الخيط واسحبه من ال5 حلقات مرة واحدة. بصوا علشان هيتلعبك معايا، فدخلت غرزة غرزة. هدخل في اللي بعدها اعمل نص عمود عادي خالص. طيب اللي بعدها بقى هعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة وادخل كده في الحلقة اللي بعدها، في الغرزة اللي بعدها، والف الخيط كمان مرة، اعمل تناقص بالشكل ده كده. يبقى غرزة نص عمود، غرزة تناقص، غرزة نص عمود، غرزة تناقص. السطر ده كله هنمشيه كده من اول الماركر للماركر. تمام. نص عمود، بعد كده تناقص. حاولي ان انتي تضيقي ايديكي في الحته بتاعه التناقص دي، علشان ما يبقاش فيه فراغات كبيره ما بين الغرزه والتانية، يعني يبقى الشكل متناسق معاكي. هعمل نص عمود وبعد كده تناقص، هدخل كده واعمل الغرزه بتاعه الماركر، هشيلها وهكمل التناقص بتاعي عادي جدا. هلف الخيط على الابره وادخل في الغرزة بتاعة الماركر واسحبها واعمل تناقص، وارجع الماركر مكانه تاني. ثانية بالشكل ده كده، وهكمل لحد اخر السطر غرز نص عمود من غير اي تناقص. اللي هو الجزء الجانبي ده هشتغل نص عمود من غير اي تناقص كده لاخر السطر. خلصته، هقفل برضو بنفس الطريقة في تاني سلسلة. زي ما قلتلك، انت القفلة دي مش مريحاكي ومتعودة على طريقة قفلة تانية، مفيش اي مشكلة. تقدري تستخدمي الطريقة اللي بتناسبك او بتريحك في الشغل، او بتحسي ان الشغل شكله فيها اشيك. تمام. احنا زي ما متفقين في فيديوهاتنا ان احنا بناخد الفكرة بس من الفيديو، بناخد ايه فكرة من الفيديو بس. تمام. واحنا بنطور الفكرة او بنطور الشغل بتاعنا عن طريق تفكيرنا احنا. هبتدي ان انا ادخل برضو واعمل نفس الكلام، نص عمود لحد الماركر. الخيط هنا كان مضايقني، هلف الخيط بالشكل ده كده واعمل نص عمود. ده انت خيط رخم. وبعد كده هكمل نص عمود لحد ما اوصل للماركر زي ما احنا متعودين في الكام سطر اللي فاتوا. كده رجعت لكم اهو، وصلت للماركر. بصوا بدأ ملامح اللكلوك تبان. اللهم بارك، شكله كيوت قوي. كمان لما يكمل هيبقى شكله حلو برضو، هيعجبكم ان شاء الله. شلت الماركر بتاعي ودخلت كده في الغرزة. تمام. وهعمل تناقص بالشكل ده كده بكل سهولة وبكل بساطة، واقوم حاطة الماركر مكانه تاني. يبقى انا عملت اول غرزة من اول الماركر تناقص. اللي بعدها هدخل كده وهعمل تناقص برضو. يبقى السطر ده تناقص بالشكل كده، بالشكل ده. يبقى اول غرزة عملت تناقص، تاني غرزة عملت تناقص. هتحسوا ان الشغل بدأ يبقى مثلا مشدود شوية او مش سلس زي الاول، مفيش مشكلة، ده طبيعي. ابتدي ان انا ادخل كده واعمل تناقص برضو. يبقى السطر ده من الماركر للماركر هنشتغل تناقص في الغرز زي ما احنا متعودين. هلف كده الخيط واشتغل تناقص، والف كمان الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي فيها الماركر دي واكمل التناقص بتاعي. هدخل كده واسحب الخيط واقوم خارجة
واسحب الخيط تاني الفه على الابرة واخرجه من الخمس حلقات بتوعي واحدة واحدة وبالراحة خالص علشان الشغل يطلع الفينش بتاعه مظبوط ويعجبك. هحط الماركر تاني بالشكل ده. الماركر مهم جدا علشان تبقى انت عارفة بدايتك فين ونهايتك فين. تمام، شايفين شكله بقى كيوت، وعارفة لو وش الرجل كده بتاع البيبي، يعني شكله جميل قوي. هدخل كده واعمل نص عمود بعد كده لحد اخر السطر برضو زي ما احنا متعودين، نص عمود من غير اي تناقص خالص. كده وصلت لاخر السطر وهقفل بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها، واقفل كده بمنزلقة وارتفع سلسلتين، 1 2، وهشتغل برضو بنفس الطريقة كده. هدخل في الغرزة دي واعمل نص عمود، ادخل كده اعمل نص عمود لحد الماركر. كده وصلت للماركر بتاعي، هشيله بقى بالشكل ده وهبتدي ان انا الف الخيط على الابرة واعمل تناقص في الغرزتين دول كده كده، واحط الماركر تاني. انا خلاص مش هحتاجه بس برضو هحطه علشان اوريكم فضل قد ايه. كده في غرزتين تانيين دول اللي هعمل فيهم اخر تناقص معايا كده. ده كده اخر تناقص معايا بالشكل ده. هحط بقى الماركر بتاعي في اخر غرزة كده وهكمل لاخر السطر معايا نص عمود. الغرز هتبقى ضيقة معاكي شوية معلش، بس هتعرفي تتصرفي يعني ما تقلقيش بالشكل ده. وصلت كده لاخر السطر، هبتدي ان انا اقفل بمنزلقة زي ما احنا اتعودنا واحدة واحدة كده. طبعا علشان مقاس الابرة ضيقة شوية عن الخيط فده طبيعي ممكن يحصل. هرتفع سلسلتين وهبتدي اعمل السطر ده كله نص عمود. هدخل كده في الغرزة دي بالشكل اللي احنا دخلنا كده فيها، هدخل اعمل نص عمود في كل الغرز داير ما يدور اللكلوك بتاعي. هشتغل نص عمود خلاص، مش هعمل تناقص في اي حتة تاني لحد ما اوصل لاخر السطر. في الوقت ده ممكن ان انتي تكتفي بان انتي تعملي كده فيونكة بسيطة على وش اللكلوك من بره او من الجنب مثلا، تداري بس الحتة اللي قدام دي، والفتحة بتاعت اللكلوك من فوق لو انت حاساها طبعا هتبقى كبيرة على البيبي ممكن تدخلي فيها الخيط كده وتعمليه بفيونكة على الجنب، بيبقى شكله لطيف وظريف. بس انا هكمل داير ما يدور اللكلوك لحد ما وصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اشتغلت كله سطور نص عمود بالطريقة اللي احنا اشتغلناها في السطور اللي فاتت لحد ما طول اللكلوك معايا بقى بالمنظر ده، وقفلت بنفس الطريقة اللي بقفل بيها السطر. جبت بقى الخيط ده، ده لون مختلف يعني حسيته بناتي شوية، ممكن يليق معايا على الخيط اللي انا شغالة بيه. هربطه كده من بره بالشكل ده كده، وهدخل في اي غرزة كده معايا. طبعا هاخد الخيط ده شغالة بيه اشتغل عليه يعني من تحت الشغل علشان يبقى متأمن، وهسحب الخيط. هعمل كده سلسلة تمام، هسيب بصوا كده معايا، هدخل هنا واعمل غرزة حشو، هسيب الغرزة اللي بعدها
هلف الخيط على الابرة كده وهسيب الغرزة اللي بعدها دي وهدخل في تاني واحدة واعمل 5 عمود. تمام، ادي كده 1 2 ال5 عمود دول هعملهم في نفس المكان، 3 4 كده 4 5 عمود كده في نفس بالشكل ده، واحدة واحدة 5 عمود في نفس المكان. هسيب الغرزة اللي بعدها دي هسيبها وهدخل اشتغل في اللي بعدها، هدخل اشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده. هسيب برضو الغرزة اللي بعدها والف الخيط على الابرة وهدخل في تاني غرزة واعمل 5 عمود في نفس المكان. يبقى انا بشتغل 5 عمود في نفس المكان، بسيب غرزة واشتغل في تاني غرزة حشو، وبعد كده بسيب الغرزة اللي بعد غرزة الحشو دي واعمل في اللي بعدها 5 عمود بلفة. تاني هعملها قدامكم علشان تبقى واضحة كده. انا كده عملت ال5 بتوعي، هسيب الغرزة اللي بعدهم وهعمل في تاني غرزة هعمل فيها حشو، وهسيب الغرزة اللي بعد الحشو دي وهلف الخيط وادخل في تاني غرزة اعمل 5 عمود بلفة بنفس الشكل ده كده، 5 عمود بالطريقة دي كده في نفس المكان كده. هسيب اللي بعدها وادخل اعمل حشو، وهسيب الغرزة اللي بعد الحشو والف الخيط على الابرة وادخل في تاني غرزة واعمل 5 عمود لحد ما اوصل لاخر السطر. هشتغل بنفس الطريقة كده. الشكل اللكلوك طبعا ده مش الفاينل لوك او مش الاخر خالص. انا حطيت جزء كده من لمستي الخاصة، اتمنى انها تعجبكم، وكمان اتمنى لو انتوا وصلتوا معايا الفيديو وصلتوا معايا يعني لحد هنا ان انتوا تشجعوني وتقولوا لي رايكم فيه، وكمان تعملوا لي كومنتات حلوه كده زيكم، ولايك للفيديو ده ان شاء الله لو عجبكم يعني، علشان بحب قوي ان انتوا تدعموني وبفرح جدا بكلامكم. ولو انتوا عندكم اي استفسار عندكم اي حاجه ياريت تكتبولي، انا برد على كل الناس، وكمان اي حد بيطلب مني اي حاجة ان شاء الله بعملها له وبنفذها. اتمنى الفيديو يعجبكم، وكمان شكل اللكلوك يكون عجبكم. وزي ما قلتلكوا اللكلوك ده يلبس يعني من شهور لحد سنة ونص كمان. انا عملته بجدول المقاسات، هسيب لكم جدول المقاسات هيظهر لكم في اخر الفيديو، وكمان هحاول ان انا اسيبه لكم في صندوق الوصف. طبعا ده لو انت مش معاكي البيبي او مش معاكي الطفل، انما لو معاكي هيكون المقاسات ادق بكتير. ده كده اللمسة الاخيرة اللي انا قلتلكم عليها. هنعرف ازاي بعمل الفصوص اللولي دي بنفذها في قلب الشغل بتاعي. انا عملتهم كلهم وسبت 2 هننفذهم مع بعض. يلا من غير كلام كتير ومن غير كلام اكتر من كده، عشان عارفة ان الفيديو طول قوي، بس بحب اتكلم معاكم كالعادة. فيلا بينا نشوف الطريقة ازاي. بجيب اللولي كده بالشكل ده، وبجيب الخيط بتاعي اللي انا هعمله يعني هدخله في قلب اللولي اللي انا جايباه اللي هو فيه فتحتين، مش اللي هو بيتلزق. تمام. بدخل كده الخيط من الناحية التانية يعني، وببتدي ان انا اعمل عقدة. طريقة سهلة وبسيطة خالص وبدائية جدا جدا، ممكن في ناس بتعملها احسن مني مليون مرة. بالشكل ده كده بعقدها كده مرتين بالطريقة دي كده. بحاول ان انا مخليهاش كلكوعة كبيرة علشان بس اعرف ادخلها من الفتحة بتاعة الفص بتاع اللولي يعني.
وابتدي اضغط جامد كده شوية لحد ما الكورة الصغننة او العقدة الصغننة دي تدخل جوه. لو ما دخلتش ببتدي ان انا ادخلها بإبرة التنظيف كده، او فاهمين قصدي، بحاول ان انا ادخلها على قد ما اقدر. في نفس الوقت تبقى كبيرة شوية علشان ما تخرجليش من الناحية التانية. يعني قدام، يعني ما الفيديو يقدم شوية هوريكوا ازاي العقدة بتخرج من الناحية التانية، فاهمين؟ لو احنا عملناها بسيطة، ابتدي ان انا اشد كده لحد ما ادخلها كده، بحاول على قد ما اقدر. تمام، برضو بدخل بإبرة التنظيف كده برضو على قد ما بقدر بدخلها لجوه بالشكل ده. بصوا سامحوني لو انتوا شايفين ان الفيديو عشوائي او الحتة دي اللي هو مش بروفيشنال، او مش عارفة اطلعها لكم بروفيشنال قوي، بس انا زيكم. يعني انا يعني كنت بتعلم، وفاهمين قصدي، اللي هو مش طالعة بقى ادي بقى اكتر حاجة بروفيشنال وكده، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا افيدكم بالحاجات اللي انا استفدت بيها وتعلمتها فاهمين قصدي. ف بشتغل معاكم بتلقائيتي او بطريقتي، فاهمين؟ بس فاتمنى ان ده ما يكونش بيزعجكم، وان ده كمان بيحسسكم ان انتوا اللي بتشتغلوا، مش لان في ناس كتير قوي، وانا كنت من ضمنهم، لما كنت بتفرج في البداية بتاعتي على فيديو والاقيه بروفيشنال قوي قوي، اللي هو مفيش واحد ما بتغلطش، يعني اللهم بارك اللهم بارك، اللي كانت بتعمل فيديو ما بتغلطش. فكنت اما اجي انا اغلط كنت احس ان العيب فيا انا. طب انا ليه مش بغلط زيها كده انتوا فاهمين؟ فانا بحاول اطلع لكم سلوى زي ما هي، يعني سلوى زي ما بتغلط وهي قاعده في البيت بتشتغل عادي. دخلت كده في نص ال5 غرز، يعني 6 غرزتين و6 من هنا غرزتين ومن هنا غرزتين، ودخلت في الغرزة اللي في النص. وهبتدي ان انا كده ادخل الخيط بتاعي في ابرة التنظيف كده بالشكل ده، هسحب كده الخيط بتاعي. تمام، طبعا مش هعدي فص اللولي يعني وبعد كده هدخل الخيط كده كأني بعقده، ماشي، مرة واتنين عشان يتثبت. وهعمل عقدة كده، انا دخلته اهو، واقوم مدخلاه في العقدة الصغننة دي، اعمل منه عقدة. بس طبعا مش هنكتفي بكده عشان ممكن يتفك. هبتدي بقى ان انا اجي كده، بصوا منين، من ورا بالشكل ده، وادخل الخيط بتاعي. وطبعا مش هدخله في الخيط البيج، لان ممكن الخيط البينك يبان فيه، فانا هدخله في نفس الخيط البينك اللي انا كنت شغالة بيه اصلا. هحاول ان انا اثبته كده بالشكل ده كده. تمام، واقص الخيط، طبعا حاولي تثبتيه على قد ما تقدري، واخرج كده. وده كده بيبقى شكلها شيك قوي، وبيدي روح كده للكلوك حقيقي. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، وهوريكم بقى الفاينل لوك بتاعها بس كده. وده كان الشكل النهائي. بصوا شكله كيوت ازاي وجميل. وكمان الجزء اللي هو مشط الرجل او الرجل من قدام كيوت قوي، والتناقص فيه مظبوط، ومش باين ان فيه مثلا كلكيعة او اي حاجة. المقاس صغير وحلو، ويلبس كمان، يعني يلبس مقاس اكبر من ال9 شهور اعتقد. وده كان النعل اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم وتستفاد الاستاذه منه، وتستفادوا كلكم منه. وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وما تنسوش ان انتوا لو في اي حاجه محتاجينها اكتبولي تحت في الكومنتات، او ابعتولي على الصفحه بتاعتي او الجروب. انا برد على كل الناس، وبحب قوي ان انتوا تطلبوا مني حاجه وانا انفذها لكم. بجد بفرح قوي، بحس ان انتوا قد ايه اخواتي وحبايبي، ومفيش فرق ما بيننا يعني. بس كده. اتمنى ان انتوا تدعموني بلايك، وكمان كلمة حلوة كده تفرحني من قلبكم.
وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله، واسيبكم بقى مع شكل اللكلوك القمر ده. في بقى شوية ملحوظات كده عايزة اقولها لك لو انت هتنفذي اللكلوك ده. ده كده جدول المقاسات. احنا علشان طول السلسلة اللي بنبدأها في البداية بناخد الطول ناقص العرض، الطول اللي بيطلع بنعمله يعني اللي هو مقاس السلسلة. شرح الكلام ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات، اتمنى تروحي تشوفيه تعرفي بس على الاقل طريقة ان احنا نبدأ سلسلة البداية ازاي. كمان انا اشتغلت بإبرة مقاس صغير زي ما قلتلكوا في الفيديو علشان اخلي اللكلوك بتاعي متماسك. دلوقتي احنا بنوزنه وهو هو الوزن بتاعه 34 جرام، يعني اقل من شلة بكتير. يعني لو عملتي فردتين لكلوك من المقاس الصغير هتاخدي كمان اقل من شلة. فده كده زي ما قلتلكوا الشكل النهائي. نفذوه بقى وقولولي رأيكم فيه وفي جماله.